هذه هي الرايه اللي كيتقاتلوا عليها اللاعبين باش يعليوها، وهذا هو الجمهور اللي كيحفز هاد اللاعبين باش يقوموا بهذا المجهود. اسماعيل الصباري كيسجل اسرع هدف في التاريخ ديال المنتخبات العربيه في كاس العالم، وهذا الشيء هذا كلشي كيعرفوا. فاش تسجل هذا الهدف وفي هذه الدقيقه كنا كنتوقعوا شي نتيجه خياليه، ولكن عصبونا على قلاها. لعبتوا الكره مزيان، ولكن شي لاعبين منين كيشدوا الكره كيبقاو كيراوغوا بها حتى كيضيعوها، ولا منين كيعطيوهم شي فرصه صالحه للتسجيل كاع ما كيسجلوها، كيزيدوا داك الشيء من راسهم وكيصدقوا مضيعين المجهود ديال اللعابه اخر. المنتخب اسكتلندا بقى لعب غير في الدفاع، ولكن الدقيقه اللي تحرك نزل عليكم الرعب، وحتى حنايا اللي كنا كنتفرجوا، حيت نتوما ضيعتوا الفرص الصالحين للتسجيل. الاهم هو الفوز وثلاثه ديال النقاط، ولكن في المباراه الاخرين ان شاء الله خصكم تستغلوا الفرص ديالكم، وبالاخص في المباراه ديال هايتي خصكم تسجلوا الاهداف بزاف، على الاقل تاهلوا انتم الاولين في المجموعه. المنتخب الامريكاني ثاني منتخب غادي يتاهل الدور الثاني من كاس العالم بعد ما فاز على المنتخب الاسترالي بالثنائيه. المباراه ما كانش شي سهل، غير سمحوا لي والله ما كنت ناوي نسجل الهدف السادس في راسنا، سمحوا لي كنت باغي نخرجها. برافو الدراري، قدمتوا الاداء زوين وراكم كاينين، برافو. ويلي هذم غيحمقوني. قطر لعبت الماتش الاولي ضد سويسرا، قدمت واحد الاداء زوين وعجبنا داك الاداء وداك التعادل اللي حققت. قلنا قطر بدات كتفيق، قطر بدات كترجع لها الروح، ولكن في الاخير تصدموا اللاعبين وحتى الجمهور. المدرب قال لهم في الشوط الثاني منين دخلوا تقاتلوا شوفوا كتسجلوا شي جوج ديال الاهداف. هذا اللاعب مسكين غير سمع هيداك دخل بدا كيهرس في اللاعبين وهو يصيفط واحد ديري. اكبر نتائج اللي تسجلوا في التاريخ ديال كاس العالم تسجلوا غير على المنتخبات العربيه. واش هذه هي ديك سويسرا اللي لعبت ضد قطر؟ انا كنظن قطر دبرت على سويسرا باش تعادلت معاها، لو كان لعبت معاها بهذا الاداء هذا وكعطوها 10-0 ماشي غير 6. اما البوسنه والهرسك تعادلت مع كندا، ولكن نهار غتشد قطر غادا ترد فيها هذه الفقسه ديال سويسرا، غير الله يلطف. والبرازيل كيديروا حاله في المنتخب هايتي وكيفوزوا عليهم ب3-1 وغير في الشوط الاول. اما الشوط الثاني كنا كنتوقعوا غادا تكون نتيجه كارثيه، ولكن خرجت بسلام. بعد ما تصاب رافينيا، فينيسيوس دار داكشي اللي كان خصو يدار وتكلف بالمنتخب، صنع الهدف الاول وسجل الهدف الثاني وبين باللي هو النجم ديال المنتخب. انشيلوتي خاف على فينيسيوس باش ما يتصاب حتى هو وخرجوا ما خلاهش يكمل المباراه. هايتي بينت حتى هي عندها ما تقول في كاس العالم، غير هو ما عندهاش شي مهاجم اللي يكون ما كيسجلش. في المباراه ديال الباراغواي وتركيا كنشوفوا اول حاله طرد للاعب اللي كيدير يدو على فمو كيهضر مع الزميل ديالو ولا كيهضر مع شي لاعب الخاصم. اول منتخب اوروبي كيتقصى من كاس العالم هي تركيا، الخساره الاولى مع استراليا والثانيه مع الباراغواي. باي باي يا ودي يا تركيا. هاد اردا غولر ما دار حتى شي مجهود على المنتخب ديالو باش يتاهل الدور الثاني من كاس العالم، وقال لك خصو يدخل النجوميه. هاي كاس العالم كيعتمد على اللاعب يكون قوي، ما خصوش يكون فاشل.